السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت معايا واحد القصة واعرة، وأكيد كاينة مفاجأة في الأخير. سميتي حكيمة وعندي 36 سنة. جيت نشارك معكم قصتي باش تزيدوا تأكدوا باللي ربي كبير ويقول له كن فيكون. المهم، أنا مزوجة هذه 15 سنة، تزوجت زواج تقليدي. من بعد وليت كنبغي راجلي وهو كذلك. درنا العرس، جيت سكنت معاه في دارهم. دازت واحد الشهورا قلالين، راجلي قال لي حيدي الفانيد، بغيت الوليدات. دوزت عام ونص ما جابش الله. مشيت لعند الطبيب، درت التحاليل، درت التلفازة، بحال كيديروا كاع العيالات. وهنا غادي تكون المفاجأة. قال لي انا اللي ما كنولدش وما عمرني غادي نولد. بصريح العبارة قال لي انتي عاقرة. دارت بيا الدنيا وكحالت قدامي. انا اللي كنت كنموت على الوليدات الصغار، وحتى راجلي كان كيموت عليهم وكتر مني كاع. بقى فيه الحال. ومن بعد واحد التنهيده كبيره قال لي ماشي مشكل، هادشي ديال الله. رجعنا لدارنا، حاولنا نتأقلموا مع الوقت. مدة 6 سنين ولاو الناس كيدخلوا فينا، قالوا ليه نوض لا نتزوج، دير وليداتك. صراحة راجلي ما بغاش، كان كيعاملني مزيان، ما عمرني شفت منه شي حاجة اللي ماشي هي هذيك، وانا ما نقدرش نشوفه مع شي انسانه من غيري. كملنا هكاك، دازت مدة عام، واكيد صحاب الاجر لقاو ليه المرأة وعلموه. انا في الاول رفضت، ومن بعد ما فكرت مزيان وقنعوني مالين دارنا بلي هذاك حقه، قلت ليه هادشي اللي كتب عليا الله، بلا ما نظلم معايا ولد الناس. قلت له صافي غير تزوج. وانا كانت قطع من الداخل، ما غيحسوا بيا غير اللي جربوا هاد الاحساس. كنقول صافي راجلي ايضيع مني، ممكن يدير الولاد وينساني. هو خدا واحد القرار، قال لي انا غادي نشري لك الدار ونكتبها لك بسميتك وسكني فيها، وهي غادي نجيبها لهنا تجلس مع مالين الدار. من مور ما هما كانوا كيوجدوا باش يمشيو يخطبوا ليه، انا هزيت كاع الحويجات ديالي والحوايج اللي خاصين بيا ومشيت لداري الجديده. والحاجه الوحيده اللي ولات كتبان ليا هي صلاتي في الوقت وقيام الليل. وليت ديما كنطلب الله يفتح ليا البيبان في وجهي ويعطيني القوه. كنبات كندعي وكنبكي وكنشكي على الله. من بعد شهرين هو خطب وكيوجدوا باش يديروا العقد، ودارهم فرحانين بحال الا اول مره غادي يزوجوه. انا وليت كنوالف في داري الجديده. كاسه واحد النهار ما بيا ما عليا كنشرب واحد الكويس ديال اتاي، حتى كنتفكر بلي مده ما جاتنيش لي غيكل. قلت يمكن غير مع الاعصاب، لدرجه ما عرفت حتى شحال المده. بقيت كنضحك وقلت حكيمه نوضي يا المهبيله، نوضي فيشي على راسك وديري التيست. حتى كنتفاجئ كنلقى راسي حامله. ما تيقتش، وليت عاودت واحد اخر تيطلع لي نفس التيست الاول. صونيت على راجلي قلت لي انا باغا نمشي للطبيب، كنحس براسي عيانه. ما بغيتش نقول ليه والو، ما بغيتش نوهمو. مشينا حتى كيسمعها من الطبيب مباشره، مراتك حامله. تصدمنا، لا انا لا راجلي. والطبيب قال لي هذه راها معجزه. فرحنا وضحكنا وبكينا، وراجلي اول حاجه فكر فيها هي يفسخ الخطوبه ديالو. عيط على والديها واعتذر منهم. انا دازت حملتي بخير وراجلي كان مفششني. ما كاملاش 6 شهور لقيت راسي استقريت بوحدي في داري، عندي مملكتي وحامله بالتوام. ياه البنات، بنوته وليد. ولدت
ودرت أحسن أسبوع، كلشي فرح معايا. وأنا اليوم جيت كنعاود ليكم وليداتي في عمرهم 3 سنين، وأنا حاملة المرة الثانية وعندي 5 شهور. ربي كبيرة البنات، راه ما يمكنش تدعي وتطلب الله وما يستجبش ليك. فاش كيبعد علينا الحاجة راه باش يعطيها لنا في الوقت المناسب. فاش ما كتكملش الحاجة راه ما عندناش فيها الخير. طلبوا الله البنات، صليوا، تقربوا منه، وحاشا واش ترجعوا خاسرين. كانت معكم سكينة اللي كتموت عليكم. نتلاقاو في قصة جديدة مع فيديو جديد. راه باش يعطيها لنا في الوقت المناسب. فاش ما كتكملش الحاجة راه ما عندناش فيها الخير. طلبوا الله البنات، صليوا، تقربوا منه، وحاشا واش ترجعوا خاسرين. كانت معكم سكينة اللي كتموت عليكم. نتلاقاو في قصة جديدة مع فيديو جديد. راه باش يعطيها لنا في الوقت المناسب. فاش ما كتكملش الحاجة راه ما عندناش فيها الخير. طلبوا الله البنات، صليوا، تقربوا منه، وحاشا واش ترجعوا خاسرين. كانت معكم سكينة اللي كتموت عليكم. نتلاقاو في قصة جديدة مع فيديو جديد.